لما التشكيله طلعت وشفنا ان ريس جيمس وجوستو الاثنين موجودين في الملعب، على طول اي واحد بيشجع تشيلسي واي واحد مركز فعلا في ماتشات تشيلسي هيخطر على باله ماتشين على طول. اول ماتش كان ماتش بي اس جي نهائي كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات، والماتش الثاني كان ماتش بايرن اول ماتش في الشامبيونز ليج السنه دي. دول الماتشين الوحيدين اللي شفنا تقريبا فيهم في ماتشات رسميه يعني ريس جيمس وجوستو الاثنين على ارض الملعب، وده لان بكل بساطه كان جوستو هو اللي بيلعب رايت باك وريس جيمس كان هو في نص الملعب مع كايسيدو، لانها كلها ماتشات بدنيه قويه جدا، فمبقاش ينفع ان انت تعتمد فقط على كايسيدو في نص الملعب لوحده، فبتقرر ان انت تلعب مع ريس جيمس عشان يقدر ان هم يسيطروا على نص الملعب نوعا ما، سواء وهم بيحاولوا يطلعوك بالكره من تحت او حتى وانت بتحاول تعمل هاي بريس، يبقى ريس جيمس وكايسيدو الاثنين موجودين في نص الملعب كده يقدروا ان هم يغلسوا على نص ملعب الفرقه اللي ضدهم. الكلام ده نفع جدا في ماتش بي اس جي طبعا لانها كانت مفاجاه للكل، ما نفعش بنفس درجه الكفاءه في ماتش بايرن، رغم ان هي في الاول كانت ماشيه بشكل كويس جدا، ولكن ما ظبطتش قوي لان ريس جيمس في الماتش ده شخصيا ما كانش في احسن فورمه ليه. بس ما علينا، لما شفتها تاني على الورق قبل ماتش ليفربول قلت خلاص يبقى احنا هنلعب بالطريقه دي تاني. لكن المفاجاه هنا اللي اعتقد الكل اتفاجئ بيها هو ان ريس جيمس وجوستو موجودين في الملعب، ولكن جوستو هو اللي في نص الملعب وريس جيمس هو اللي بيلعب باك رايت. ليه ماريسكا عمل كده؟ اولا انا شايف ان هي فيها خدعه، يعني انا عايز اخدعك، انا مش عايزك تحس ان انت فاهمني انا هلعب ازاي بالظبط. لكن السبب الثاني ان انا اعتقد ان هو كان عارف ان ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في الضغط العالي، فهو مش هيواجه ازمه كبيره جدا في الطلوع بالكره من تحت زي ما كان قلقان من ماتش بي اس جي وبايرن ميونخ. فخلاص انا العب ريس جيمس مكانه رايت باك وجوستو اقدمه قدام شويه. جوستو بيجري كتير، فهو برده لما تتلعب له الكوره يقدر ان هو يعمل خطوره ويقدر ان هو يعمل جبهه قويه مع نتو قدام. على الجانب الثاني بسبب جريانه الكتير ده يقدر يعمل هاي بريس بشكل افضل نوعا ما من ريس جيمس. وكمان انا مش عايز اجازف بجوستو اللي بقاله فتره مش فورمه كويسه وجمهور تشيلسي نفسه قلبين عليه لان هو دفاعيا مش مظبوط، فمش عايز اسيبه هو مرمي رايت باك يبقى بيلعب على جاكبو في الناحيه دي او فيرتس، لان طبعا قبل الماتش ماريسكا ما كانش عارف مين اللي فيهم اللي هيلعب، فمش عايز يكون جوستو هو اللي مرمي رايت باك وممكن يتاكل واحد على واحد.